محتارة تعملي غدا إيه أو فطار أو عشا؟ تعالي أقول لِك على وصفة حلوة جدًا هتنفعِك في ال3 وجبات، والوصفة دي سهلة جدًا وبسيطة ومش هتاخد منِّك وقت ولا مجهود، وكمان هتنفعِك جدًا في الlunch box. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف وصفتنا. معايا قطعة جبنة وهاحط عليهم بيضة، وكمان معايا كوباية لبن كبيرة بالشكل اللي أنتِ شايفاه ده، وكمان هاحط نُص معلقة من البيكنج باودر، وكمان ربع كوباية من الزبدة أو السمنة. هاحط عليهم نُص معلقة صغيرة من الملح وفلفل أسود، وكمان بهارات مشكّلة. هاضربهم كويس جدًا بالهاند بلندر أو اضربيهم بالمضرب اليدوي، بس المهم أنا عايزة الجبنة تدوب نهائي، يعني تبقى زيّها زي اللبن، مش عايزاها خالص تبقى باينة. لو أنتِ الجبنة بتاعتِك اللي هتحطيها تكون حادقة ما تكتريش الملح، يعني قللي الملح. هنجيب صينية وندهنها كويس جدًا بالزبدة أو السمنة، وبعد كده بقى هنجيب معانا لفة جلاش، وهنعمل بقى فطيرة حلوة جدًا، فطيرة حادقة كده، يعني من غير عجن ومن غير تعب ومن غير مجهود، هنعمل فطيرة روعة جدًا، ومن غير كمان حشو، الحشو كده منه فيه. تعالوا بقى نكمل الفيديو ونشوف بقية الوصفة. هنقطع كده الجلاش كويس جدًا، هاقطعه خالص، أنا عايزاه مفتفت نهائي، يعني مش عايزاها حتت سليمة كده، لأ أنا عايزاها مقطعة ومفتفتة خالص عشان تبقى مش باينة معايا خالص في الوصفة بتاعتنا، تبقى زي كأنها كده فطيرة. يعني لو عندِك بقى لفة جلاش كده متقطعة خالص في الفريزر هتنفع جدًا في الوصفة دي. هاقطّع بقى كده كل أمّا ألاقي حتة كده طويلة أو سليمة باقطّعها خالص كده. هارُص بقى اللفة كلّها، مش هنحشي في النُص أي حاجة، هي كده التشريبة بتاعتنا، هي دي الحشو وهي التشريبة وهي كل حاجة. شايفين بقى التشريبة اللي إحنا عملناها في أول الفيديو اللي هي لبن وبيض وجبنة، وكمان حطينا عليهم بهرناها كده، هي دي بقى الحشو بتاعنا وهي دي التشريبة، وخلاص كده الوصفة بتاعتنا خلصت. شايفين بقى قد إيه سهلة جدًا وبسيطة وما خدتش منِّك وقت ولا مجهود. هاحط بقى كل الكمية اللي إحنا عملناها في أول الفيديو، وبعد كده هاجيب كده أي معلقة عندي أو أي حاجة هاساوي بيها الجلاش. أنا مش باضغط عليها ولا أي حاجة، أنا يا دوب بس باساوي الجلاش عشان لو في أي قطعة جلاش طالعة برّه الخلطة بتاعتنا بادخّلها كده فيها. وبعد كده معايا سمسم، وكمان هاحط حبة البركة، ولو مش حابة السمسم وحبة البركة ما فيش مشكلة خالص، بس بجد بتدّي لها شكل حلو أوي، وكمان بتدّيها طعم كده كأنِّك بتاكلي كده فطيرة حلوة جدًا. هندخّلها بقى الفرن. شايفين الوصفة خلصت خلاص. أنا كده في الوقت ده كنت مشغّلة الفرن على درجة حرارة وسط، وكمان حاطة الشبكة بتاعتي في الرف الوسط. دخّلتها بقى وسِبتها لحد أمّا احمرِت كده من فوق ومن تحت، واستوت معايا وبقت روعة. قطّعيها بقى وهتاكلي أحلى فطيرة حلوة جدًا وطرية وسهلة وبسيطة، هتنفع معاكِ في الفطار، هتنفع معاكِ في العشا، هتنفع معاكِ في الغدا، وكمان ممكن تعمليها في الlunch box كده. يعني كفاية بقى فينو وكفاية عيش للأولاد، زهقوا أكيد من الحاجات دي. اعمليها كده وحطيها في الlunch box للأولاد، سهلة جدًا. وشايفين قد إيه طرية وبجد طعمها حلو كده، وما حشيناهاش أي حاجة، هي كده منها فيها، سهلة جدًا زي ما أنتِ شايفة كده. وكمان لو أنتِ عايزة تستبدلي الجبنة الفيتا اللي أنا حطيتها في أول الفيديو، ممكن تحطي جبنة قريش، هتبقى حلوة برضه جدًا. ممكن أي نوع جبنة أنتِ حاباه برضه هيبقى حلو جدًا. جبنة رومي، جبنة قريش، جبنة بيضا، جبنة فيتا، المتوفر عندِك اعملي بيه. بجد سهلة جدًا وبسيطة. وشايفين بقى أنا قطعتها لكم عشان أوريكم قد إيه إن حلوة جدًا وطرية جدًا. جربيها وإن شاء الله هتعجبِك جدًا. أسيبكم في رعاية الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. ويا ريت كده لو عجبِك الفيديو ما تنسيش اللايك وكمان المتابعة، وتدخلي كده تشوفي الفيديوهات بتاعتي في الصفحة إن شاء الله تعجبِك.